متخصص باكسسوارات للشباب لغرف النوم، وفي نفس الوقت يقدم تصاميم. وبالنسبة للمعرض هني مشارك في تصميم البوث اللي موجود من ورانا. مجموعة من البنات سووا أفكار حلوة، من ضمنها اللي هي تبع الموبايلات، ومشموم ديزاين ساعدهم بالتصميم، والباقي كلها أفكاركم. أنا اسمي هوازن البعيجان، عندي مشروع جوجي بوتيك اللي هو عبارة عن موقع. صار لي في هذا المجال تقريبا 6 سنوات. احنا نحاول نختطب الشباب ونحاول نوفر لهم الأزياء العملية المناسبة لهذه الأعمار والمناسبة لجونا عامة الحار. نورة فيصل حذران، فاوندر اوف انزا فينتيريا. قدمنا هذا المشروع، مشروع مردن التلال، المرة الأولى شهر 5/5/5. كان يضم مجموعة من المصممات الكويتيات. لاقى المعرض الحمد لله نجاح كبير، شجعنا ان احنا نسوي المعرض الثاني اللي هو مردن التلال 2، وان شاء الله راح يكون في مردن التلال 3، وبعدها معرض عصرية العيد. في معرضنا التقينا نخبة من المصممين الكويتيين، لأن شفنا كثرة المعارض واختلطوا يعني اختلط اللي قاعد يشتغل بجهد عن الباجين اللي بس مجرد انهم يبون يملون الساحه بس. فقررنا ان احنا ناخذ نخبه من المصممين عشان نرد مره ثانيه الهيبه حق المعارض والانتاجات والابداعات الكويتيه. والحمد لله نشكر براود تو بي كويتي على دعمهم لنا، وشكرا.